السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الجمال والرزق والستر على كل عيلة شمس. النهاردة ده تاني يوم لينا في اسكندرية، وبجد صاحية وقلبي رايق جدا. امبارح كان يومنا كله في المنشية وعند القلعة، وتمشينا على كوبري ستانلي وشفنا الذكريات اللي ما بتتمسحش، وكان يوم مليان حركة وبهجة وزحمة ناس حلوة. النهاردة بقى صحينا براحتنا وفطرنا لقمة هنية في البيت، وقلت لجوزي لا احنا مش هنقعد في الشقة، احنا لازم نستغل الجو ده. دلوقتي الساعة لسه 10 الصبح، قررنا ننزل نقضي اليوم كله على البحر هنا في الهانوفيل قدام بيتنا على طول. عايزة اوريكم الفرق بين زحمة امبارح وهدوء النهاردة. احنا نازلين والبحر مستنينا، والظاهر كده ان ربنا كاتب لنا النهاردة يوم كله ملكية وخصوصية. يلا بينا نشوف الطريق للبحر عامل ازاي، ونشوف احساس ان البحر يبقى ملكك لوحدك بيبقى عامل ازاي. يا الله، بصوا الجمال. البحر فاضي فاضي تماما يا جماعة، مفيش غيري انا وجوزي وبس، مفيش ولا بني ادم تاني، ولا شمسية ولا كرسي ولا صوت دوشة. احساس ما يتوصفش، وكأن ربنا وهب لنا البحر ده النهاردة مكافأة لينا. بجد في اللحظة دي بحس اني اغنى واحدة في الدنيا، لان الهدوء ده والخصوصية دي ما تتقدرش بمال. الجو ده بيحسسني ان البحر ده ملكي، وان الموج ده بيطلع على الشاطئ وبيخبط في الرمل علشاني، وان الشمس دي طالعة تنور لي طريقي انا بس. دي لحظة امتلاك حقيقية، بس مش امتلاك مادي، امتلاك روحي. انا وجوزي قاعدين سوا بنتكلم براحتنا، بنسمع صوت الموج براحتنا، كأننا في جزيرة مهجورة، بس جزيرة مليانة حب وامان. يا رب يديمها نعمة ويحفظها مننا الزوال. عايزة اقول لكم يا جماعة ان النعم البسيطة دي هي اللي بتعمل قيمة للحياة. انك تكوني مع حد بتحبيه في مكان بتحبيه، وتاخدوا وقتكم سوا من غير دوشة ولا تفكير في مشاكل الدنيا، دي اغلى حاجة. مش لازم نسافر جزيرة بعيدة علشان نحس بالهدوء، احنا نقدر نصنعه بايدينا وبرضانا. ربنا يرزقكم اللحظات اللي تنسيكم تعب الدنيا كله. عارفين يا جماعة، الرزق مش بس فلوس، الرزق ساعات بيبقى ساعة روقان زي دي. انك تصحي تلاقي صحتك كويسة، وجوزك جنبك واولادك جنبك، وقادرة تمشي برجليكي لحد البحر او لأي مكان انت بتحبيه. ده رزق عظيم. ساعات بنجري ورا الدنيا وبننسى نشكر ربنا على النعم المستطيرة. البحر ده بيفكرني دايما ان ربنا كريم، وزي ما بيمد الموج ده لاخره، بيمدنا بالصبر والفرج من حيث لا نحتسب. العمر بيجري يا غاليين، واليوم اللي بيعدي ما بيرجعش. علشان كده عيشوا اللحظة، ولو قادرة تفرحي نفسك بكلمة حلوة او بتمشية بسيطة، ما تتردديش. الذكريات هي اللي بتهون علينا الايام الصعبة، والست الذكية هي اللي بتعرف تخلق من الفسيخ شربات، وتخلي بيتها جنة بأقل الإمكانيات. بصوا للبحر ده، مهما كان عالي في الآخر بيهدى وبيرجع لمكانه. همومنا برضو كده، مهما كبرت وزادت ليها وقت وهتعدي. سيبي همك للبحر وتوكلي على اللي خلق البحر، وقولي يا رب. ربنا ما بيسيبش حد اتلجأ ليه أبدا، والضيق دايما وراه فرج واسع زي وسع البحر ده. وقبل ما نختم يومنا كان لازم نحلي، بس تحلية على طريقة أهل اسكندرية والساحل. جبنا شوية فاكهة كده، وبصوا بقى على الجمال ده. أنا كنت جايبة 2 كيلو كابوريا، وقلت يا شمس مفيش أحلى من إننا نقعد نتسلى بيهم قدام البحر الفاضي ده.
عارفين يا جماعة، القعدة دي عندي احلى من اللب والترمس ومن اي حاجة تانية. الكابوريا دي مش مجرد اكلة، دي مزاج. بصوا بقى، جوزي بيفتحها كده معاكم، بسم الله ما شاء الله، ببطرخة ولحمها ابيض وزي القشطة وطعمها مسكر زي السكر. قاعدة انا وجوزي وبنقزقز كابوريا وبنضحك، والهوا بيخبط فينا. يعني احساس بجد ملكي. النعمة مش بس في الاكل، النعمة في النفس الراضية اللي بتستمتع باقل وابسط الحاجات. ربنا يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال، ويرزقكم يا رب جميعا القعدة الرايقة الحلوة دي. شايفين الكابوريا وجمالها؟ شايفين اللحم الابيض الجميل والبطارخ الجميلة وشوربة الكابوريا اللي بتدفيكم وانتوا قاعدين على البحر؟ بجد حاجة كده جميلة، جربوها في المصيف. يعني بلاش الترمس واللب والحاجات دي، ولو بتحبوهم برضو عادي، بس جربوا الكابوريا وهتدعولي. ودي كانت حكايتنا النهاردة من قلب الهانوفيل. بدأناها من باب البيت وختمناها بأحلى قعدة كابوريا مبطرخة وسكر على شاطئ البحر الفاضي. عايزة اقول لكم في نهاية اليوم ده ان السعادة مش محتاجة طيارة ولا سفر بعيد. السعادة ممكن تكون في 2 كيلو كابوريا وكرسيين قدام الموج مع حد بيحبك وبيفهمك. احساس ان البحر ده ملكنا النهاردة خلاني احس بقد ايه كرم ربنا واسع وجبره خاطره ملوش حدود. يا رب يرزقنا جميعا القعدة الرايقة دي، ويألف بين قلوبكم ويجعل بيوتكم دايما عامرة بالخير والرضا. لو عجبكم يومنا الهادي ده ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك، وتقولولي في التعليقات مين فيكم بيعشق هدوء البحر في الشتاء زيي. استنوني في حكاية جديدة وجولة جديدة من حكايات شمس، في حفظ الله ورعايته، ومع السلامة.